لو شفت بارت 1 من مجالات البرمجة فالفيديو ده مكمل ليه. النهاردة هنتكلم عن مجالات تانية مهمة جدا، وهقولك في الآخر ازاي تختار المجال المناسب ليك. أنا منار، موبايل اب ديفلوبر وداتيك فيرس، ودي خامس حلقة من غير ولا سطر كود. خلينا نبدأ من الأساس. قبل أي حاجة اسمها داتا أناليسيز أو داتا ساينس لازم يكون في حاجة اسمها داتا. ايه هي الداتا؟ الداتا هي المادة الخام لأي حاجة ولأي مجال. من غير داتا ولا في أناليسز ولا في ساينس ولا في ذكاء اصطناعي أصلا. طب يعني إيه داتا؟ الداتا هي أي معلومة بتتسجل، رقم، كلمة، صورة، صوت، حركة. اسمك عبارة عن داتا، درجتك، عدد الطلبات، حتى انت ضغطت لايك ولا لأ. داتا برضو. بس الداتا لوحدها ملهاش قيمة، زي ما يكون عندك شوية دقيق ومش عارف تعمل بيه ايه. وهنا بقى بيظهر دور الداتا اناليسيز. ده بياخد الداتا وينظفها ويرتبها ويفهمها ويقول لك ايه اللي حصل وليه حصل. يعني بيحول الداتا من ارقام متلخبطه لمعلومات مفهومه. طب والداتا ساينس ده بقى بياخد نفس الداتا دي، بس بيطلع بيها خطوه لقدام. يعني مش بس بيفهم ايه اللي حصل، لا ده بيتوقع ايه اللي جاي كمان. بيستخدم الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج ونماذج تعلم الآلة، ويقول لك هيحصل ايه بعد كده وناخد قرار ازاي اذكى من كده. خلينا نتخيل إن عندك لعبة على الموبايل. اللعبة دي بيلعبها ناس كتير جدا في نفس الوقت. طب السؤال بقى، اللعبة دي عايشة فين؟ مين مخليها شغالة ومبتقعش؟ وهنا يجي دور الكلاود اند ديف او بي اس. يعني بدل ما اللعبة أو الموقع يكون على كمبيوتر واحد صغير، بنحطهم على كمبيوترات كبيرة جدا بس بعيدة عننا، اسمها السيرفرات. يعني ايه؟ يعني بمعنى أصح إحنا بنرفع اللعبة دي أو الموقع ده بنرفعه على النت، بمعنى إن لو موبايلك فصل أو حصل فيه أي مشكلة تقدر إنك تخش على الموقع ده أو اللعبة دي من تليفون تاني مثلا. ليه؟ لأن هي مرفوعة على السحابة، يعني موجودة على الإنترنت مش موجودة على التليفون. شبه جوجل درايف. جوجل درايف مكان بنحفظ عليه الملفات بتاعتنا. طب أنا دلوقتي لو حبيت إن أنا أرفع ملف ودلوقتي التليفون مبقاش معايا وعاوزة أوصل لنفس الملف ده، هعمل إيه؟ ممكن عادي آخد تليفون واحد صاحبي وأخش على الإيميل بتاعي، تمام، والأكونت بتاعي، وأقدر آخد الملفات اللي أنا رافعها على الإنترنت. طب والديف او بي اس؟ الديف او بي اس هو اختصار لكلمتين. ديف اللي هي development وهي برمجة، والاو بي اس اختصار operations وهي التشغيل. طب بيعمل ايه؟ ده شخص شاطر جدا في انه يخلي التطبيق شغال 24 ساعة. لو ناس كتير دخلت فجأة بيكبر السيرفر بسرعة. طب لو حصلت مشكلة بيصلحها فورا. لو المطور عدل الكود بينزل التعديل من غير ما التطبيق يقع. يعني ببساطة الكلاود هو المكان اللي التطبيق عايش فيه. طب والديف او بي اس هو الشخص اللي بيشغله وينظمه. زي مثلا عندي تطبيق اكل، الكلاود هنا بيخلي التطبيق موجود مهما زاد عدد الطلبات، يعني التطبيق متسيف او مرفوع على الكلاود. طب الديف او بي اس تأكد إن الاوردرات ما بتضيعش، السيرفر ما يقعش، التحديثات تنزل بسلاسة. كلنا حوالينا أجهزة بنستخدمها كل يوم، الميكرويف والغسالة والساعات الذكية. لكن هل فكرتوا ازاي الأجهزة دي بتشتغل من جوه؟ طيب، أول حاجة الإمبيدد سيستم أو الأنظمة المدمجة. ده ببساطة نظام إلكتروني موجود جوه أي جهاز، بيشتغل عشان يقوم بوظيفة محددة، مش زي الكمبيوتر اللي ممكن يعمل أي حاجة. لا، الجهاز بيعمل وظيفة واحدة بس محددة بكفاءة عالية. طيب زي الميكرويف اللي بيسخن الأكل تلقائي، أو الغسالة اللي بتغسل الغسيل بطريقة أوتوماتيك. طب الإمبيدد سيستم هو خليط بين الهاردوير والسوفت وير. يعني جوه الجهاز عندك قطع إلكترونية وحساسات، وفي نفس الوقت كود وبرامج. ده اللي هو السوفت وير اللي بتخلي القطع دي تشتغل مع بعض بشكل ذكي. طب لو مسكنا بقى النظام أو الجهاز المدمج ده ووصلناه بالإنترنت، هنا يبقى اسمه إيه؟ هنا يبقى اسمه حاجة اسمها الإنترنت أوف ثينجز، أو هو الأي تي، إنترنت الأشياء. ده ببساطة أي جهاز متصل بالإنترنت وتقدر تتحكم بيه من الموبايل بتاعك. أكيد كلنا سمعنا عن أليكسا. تخيلوا معايا كده تقول لها أليكسا طفي النور، وبالفعل النور يطفي. سبحان الله، النور يطفي والبيت مش ملبوس ولا حاجة، كله حصل أوتوماتيك. السر ورا ده كله هو إن أليكسا مش مجرد جهاز، ده مثال حي على الاي او تي. يعني لو نفس الجهاز اتحط فيه واي فاي أو اتصل بالإنترنت نقدر نتحكم فيه من الموبايل أو نعرف حالته من أي مكان. يبقى ده بقى اي او تي. زي ببساطة ساعة ذكية بتقيس نبضك وخطواتك وبترسل البيانات دي للتطبيق على الموبايل، أو تلاجة ذكية تقول لك إيه ناقص من الأكل أو لو الباب مفتوح. السوفت وير تيستر
هو ببساطة شخص بيجرب البرنامج أو التطبيق، يشوف لو في أخطاء أو حاجات مش شغالة، بيتأكد إن كل حاجة تمام قبل ما الناس تستخدمها، يعني بيتأكد إن اللعبة حلوة وما بتبوظش. زي بالظبط تطبيق دليفري، التستر بيجرب يضيف أكل لعربة التسوق، بيشوف الدفع شغال ولا لأ، يتأكد من إشعارات الطلب، لو في أي حاجة غلط بيسجلها للمطورين عشان يصلحوها قبل المستخدمين ما يستخدموها. طيب إيه الفرق بين التستر والديفلوبر؟ الديفلوبر هو اللي بيكتب البرنامج، أما التستر بيتأكد إن البرنامج شغال ومفهوش أي غلط. بيستخدم أدوات شبه الأوتوميتد تيستينج والمانوال تيستينج وبوستمان وجي اليو اي واليو اكس. طيب اليو اي يعني ايه؟ هو اليوزر انترفيس، يعني الواجهة اللي المستخدم بيتعامل معاها، اي حاجة بيشوفها المستخدم على الشاشة، ازرار، الوان، خطوط، صور، زي غلاف لعبة او الوان صفحات الابليكيشن. لو الالوان حلوة والازرار واضحة المستخدم هيبقى مبسوط. طب اليو اكس، اليو اكس هو اليوزر اكسبيرينس، يعني تجربة المستخدم، يعني نسهل على المستخدم إنه يوصل لكل حاجة بسرعة وراحة، زي لما تبقى عارف تفتح لعبة وتلاقي كل زرار في مكانه الصح. ده بيخلي اللعبة سهلة وممتعة. يعني تخيل معايا مثلا نفس تطبيق الدليفري، اليو اي مثلا بتاعه شكل الزرار جذاب، صور الأكلات واضحة، ألوان بتجذب العين. طيب اليو اكس، الضغط على زرار اطلب الآن مثلا فيوصل الطلب بسرعة، الاختيارات واضحة، ما بتضيعش وقت المستخدم. الخلاصة إن شكل التطبيق أو الموقع هو ال UI، طب ال UX هو شعور وتجربة المستخدم وأنت بتستخدمه. أدوات شائعة زي فيجما وأدوبي إكس دي وسكتش وفوتوشوب إلستريتور. وأخيرا إزاي تختار المجال المناسب ليك. رقم واحد، شوف أنت بتحب إيه، يعني أي مجال من المجالات اللي أنا اتكلمت عنها دي كلها لفت انتباهك، حسيت إن ده المجال اللي أنت حابب تكمل فيه وشايف نفسك وشغفك فيه، دي بتفرق كتير جدًا. طب تاني حاجة، جرّب قبل ما تقرر، يعني ادّي نفسك كده مهلة أسبوعين تجربة لكل مجال أنت شايف نفسك فيه، جرّب واكتب الكود بتاعه وحاول تطبّق وتعمل مشاريع، لو لقيت نفسك مكمّل في المجال تقدر تدّي نفسك فرصة إنك تكمّل فيه، ومع الوقت هتتأكد إذا كان فعلًا ده المجال بتاعك والّا لأ. تالت حاجة، ممكن تشوف السوق محتاج إيه، المجال المطلوب في السوق ممكن تختاره، بس ده مش أهم حاجة، أهم حاجة تختار حاجة بتحبها وأنت شغال فيها. خد بالك إن أهم حاجة مش تختار المجال بس عشان ترند أو مرتبات، أهم حاجة تختاره عشان تحبه وتشتغل فيه وتتعلم منه. جرب واستكشف ومفيش مشكلة لو غيرت رأيك بعد فترة، ده طبيعي جدا. ونصيحة من واحدة تقريبا جربت كل المجالات لحد ما اختارت المجال اللي هي عايزاه. ادي نفسك فرصة وبلاش تحكم على نفسك من الأول. ولحد هنا وتبقى خلصت الحلقة بتاعتنا، أشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية، هنتكلم عن أكتر الخرافات الشائعة عن البرمجة.